السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله كتير. النهارده هنعمل بقى مع بعض صينية بطاطس، بس حاجة اقتصادية كده بالأجنحة. معايا بصلتين معمولين شرايح، ومعايا قرنين من الفلفل، وادي الأجنحة، وحبيتين من البطاطس مغسولة ومنقوعة منضفاها كويس جدا، كنت نقعها في خل وليمون وملح. ودي حبيتين من البطاطس، ودي الصلصة. انا بقى هنا احط صلصة وهرص البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. وانا مش عارفة هو انتوا طريقتكم ازاي، بس هو انا يعني ايه بصراحة اول مرة اعمل صينية الاجنحة دي، بس انا يعني عملتها كده بالبركة يعني. اكيد يعني هتبقى شبه صينية الفراخ بالبطاطس يعني. هنا بقى البصل، هحاول اوزع الشرايح البصل كده شوية، واحط كام واحدة فلفل، واكمل باقي رص البطاطس طبقة على الوش. زي ما انتم شايفين حطيت الاجنحة في النص. طبعا حاجة كده اقتصادية وبسيطة. وهنا رشة من السمنة طبعا علشان البطاطس. وباقي كمية الفلفل والبصل احطهم، ونعمل جنبيهم حبة رز بيض كده. هنا رشيت بقى بهارة الصلصة اللي معايا بالملح والكمون والكزبرة، ما حطيتش اكتر من كده. هنزل بقى بالصلصة دي اقلبها كويس كده مع بعضيها، وهنزل بيها على صينية البطاطس. هجيب بقى شوية مية في الطبق وهنزل بيهم على البطاطس. هتشوفهم دلوقتي زي ما انتوا شايفين. ادخلها بقى الفرن، وتعالوا نعمل شوية رز بيض كده. هنا معايا حلة فيها سمنة، ونزلت سمنة سخنت نزلت فيها بالرز. طبعا كنت مولعة على الفرن، حطيت صينية الفراخ او صينية البطاطس. هنا اقلب بقى الرز كويس لغاية ما يجمد، يعني من اللي هو يحرش يعني، او يبقى منطور. وهنا معايا المكعبات دي، المكعبات المرقة دي على فكرة مش من هنا، من السعودية. اخويا يا رب ما نتحرمش منه كان جايبها، كانت والدتي عنده وبعتها لنا يعني كان باعت معاها مرقة الماجي دي او مرقة الدجاج، واحنا بنستعملها بصراحة جميلة يعني. هنا انا خلصت الرز وحطيت له المية، وشايفين ما شاء الله كأنها شوربة يعني، وخفيفة وطعمها جميل جدا. حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. انا ما حطيتش غير الملح بس. اغطيه بقى واسيبه يستوي، وبرجع اوريكم بقى في الاخر. هنا بقى حبايب قلبي كانت الصينيه طلعت معايا، شايفين ما شاء الله عامله ازاي. بألف هنا يا رب للي اكلها. بصوا والله يعني الطعم وريحه ما اقولكمش خطيره، والله العظيم. البطاطس اتاكلت قبل الاجنحه دي، والله طعم البطاطس كان جميل جدا. وهنا طبعا الرز معايا ما شاء الله، شايفينه منطوره عامل ازاي يعني. هي دي الاكله السريعه بصراحه بالنسبه لنا يعني، رز ابيض مع بطاطس معموله صينيه في الفرن، ايا كان بقى اللي مع البطاطس فراخ ما فيهاش حاجه، بنعملها كده زي ما هي، بنرصها كده وندخلها الفرن. حبايب قلبي ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. طبعا ملكوش دعوه بالطبق اللي رايد جنبيها ده طبق شمام هنحلي بيه يعني. مع السلامه.